السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله بإذن الله. هنعمل معاكم النهاردة عجينة الطعمية. والله انا رحت خليت ابني يروح يجيب عجينة طعمية حبة صغيرين جدا جدا، ما عملوش يمكن 5 اقراص. وفي نفس الوقت الاقراص اللي بره الطعمية بقت صغيرة جدا جدا قد البلية، ما تشبعش ولا كبير ولا تشبع صغير. طبعا انتوا عارفين الاسعار ما شاء الله بره الاسعار مولعه في كل حاجه، في كل حاجه ما شاء الله الاسعار مولعه. فانا قلت طب وانا ليه اشتري طعميه وتبقى حجمها صغير ما تشبعناش، ولا تشبع كبير ولا تشبع صغير. وحبه ب5 جنيه قعدوا قليلين جدا ما عادش بيشبعوا. حتى الفول نفس الكلام. فانا قلت قومي كده يا نعمت واعملي عجينه طعميه تبقى اوفر ليكي ولعيالك في البيت وياكلوا ما شاء الله. اما نحب نقلي طعميه هنطلع الكيس بمنتهى البساطه من الفريزر وهنقليه. ما كترش بقى الكلام عليكم ونخش في الموضوع على طول. احنا هنا النهارده يا حبايبي نسمي بالله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جايبين معاكم الفول المدشوش. الفول المدشوش ده لازم يتنقع يوم بحاله علشان يبوش كده ويتضرب في الكبه يبقى حلو جدا. لازم يبقى تمسكيه كده تلاقي الحبايه يعني طلعت معاكي الحبايه دايبه بمعنى اصح. لازم يقعد يومين او بكتير قوي يوم. لازم لما الحبايه تتهرى كده معاكي لازم، لو لقيت الحبايه وانت بتعمليها بايدك كده ما تتهراش كده بالمنظر ده، تعرفي ان الفول المدشوش لسه عايز يتنقع كمان، ولسه تسيبيه شويه كمان في الميه لما يستوي. جايبين كمان معاكم كزبره وشبت، وحطيت كمان كان عندي حسبة بقدونس، حطيت كمان حسبة بقدونس عشان يدي كده خضار كده والجمال كده لعجينة الطعمية. طبعا انتوا عارفين عجينة الطعمية بتحب الكرات المصري او الكرات بتاعنا. الكرات بتاعنا اهو، اللي هو الكرات عادي اللي احنا بناكله يعني المصري العادي. وفي اللي هو الكرات اللي هو البلدي اللي هو الصغير قوي اللي هو من غير راس، بيبقى عدان زي دي كده، خضرة زي دي كده، بس بيبقى رفيع قوي وصغير. ده الكرات البلدي، ده الكرات بتاعنا احنا اللي احنا بناكله. عندك من ده اشتغلي بيه، عندك من ده اشتغلي بيه. الاتنين نفس النتيجة هتطلع ان شاء الله وهتبقى نتيجته حلوة وفي منتهى الجمال. طبعا معاكم راس بصلايه هي حلوه. بصلايه مش عايزاها تكون كبيره قوي، بصلايه تكون وسط كده بالمنظر ده. هناخد معاكم 12 فص توم بالمنظر ده. مش هناخد التوم ده كله طبعا لان التوم ده كتير. هنعمل معاكم ايه دلوقتي؟ سمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنجيب معاكم ان شاء الله بالمنظر ده. هنسيب الكرات الوقت هنقطعه. هنجيب معاكم كده ما شاء الله. انا مكتره الحباش عشان تبقى خضره كده معانا كده، وتبقى العجينه زي الجاهزه اللي بالظبط اللي تبقى احنا بنشتريها من بره، بتبقى خضره كده وخضرها كده جميل. ادي معانا الحباش بالفول اللي هو المدشوش اللي احنا نقعينه كويس جدا. طبعا الكبه معانا اهي، حطينا اهي قلنا المكونات دي كلها كده، وهنضربها طبعا معاكم في الكبه بالمنظر ده. هنضرب حبه حبه كده. وبعدين في هنا حاجه انا نسيت اقول لكم عليها. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ان الطعميه بتبقى هايشه زي اللي بره كده، وبتبقى كده يعني مهويه كده من جوه، وبتبقى كده عاطيه طراوه كده للطعميه من جوه كده، وبتبقى هشه حلوه. حاجه واحده، جبنا معاكم رغيف عيش ابيض كده حلو، العيش اللي هو الشامي، بليناه وصفيناه كويس جدا. هنلخبطه كده كمان في عجينه الطعميه. ده بيدي لها الهشاشه وبيدي لها ان هي بتبقى يعني هايشه كده وبتدي لون حلو. اهم حاجه ان العيش ده يبقى يكون عيش ابيض، نص رغيف ما تكتريش. طبعا بتكتر معانا بردك الحجم وبتبقى زي اللي بره. طبعا اللي بره بيعملوا كميات كبيره جدا، لكن ده نص رغيف بس. انا جايبه ربع كيلو فول مدشوش، ده كل ده ربع كيلو فول مدشوش. اما نشوف ان شاء الله باذن الله هيعمل معانا كميه قد ايه. انا قلت اجرب بس الاول ربع كيلو فول مدشوش، وان شاء الله اما يخلص كده باذن الله اعمل يعني ربع ربع. انا مش هكتر طبعا، نص رغيف بس ما كتريش عشان ايه ما تفكش بردك منك العجينه الطعميه. نسيت اقول لكم خطوه مهمه جدا. وانت بتضربي عجينه الطعميه في الخلاط او في الكبه، لو لقيتيها مش ماشيه معاكي كده بسهوله ممكن تحط لها شويه ميه صغيرين جدا عشان بس العجينه تلف معاكي. انا حبيت بس اقول لكم عشان اللي جرب العجينه يعني لما يجي يجربها ويلاقيها ما تلفش معاه في الكبه، ويلاقي الفول زي ما هو كده ناشف لسه، او بمعنى صح ما ضربش حلو، شويه ميه صغيرين جدا بايدك تخلي بس الكبه او الخلاط او المطحنه ان هي تلف بس معاكي. انا نسيت اقول لكم الحته دي، قلت اول ما افتكر قلت اقولها لكم عشان بعد ما ضربنا كويس جدا جدا عجينه الطعميه ما شاء الله بقت بالمنظر الجميل الحلو ازاي، خضره اهي وحلوه وناعمه ما شاء الله، والخضار بتاعها حلو جدا. هنحط بقى معاكم البهارات اللي بتتحط في عجينه الطعميه.
بتخليها جميله جدا وريحتها في منتهى الجمال. حاطين معاكم ايه؟ حاطين معاكم معلقه كزبره ناشفه كبيره، معلقه شطه، معلقه ملح، وحاطين ذره نعناع كده بتدي لها ريحه جميله جدا. جربوا كده ذره النعناع كده بتحط في عجينه الطعميه، بتوديها في مكان تاني خالص. بصراحه ريحتها هتبقى في منتهى الجمال، وهتبقى جايبه اخر الشارع. عجينه الطعميه بالنعناع دي في منتهى الجمال. وحاطين ذره ملح صغيره كربونات الصوديوم. هنحط المكونات دي كلها، ما تكتريش ملح. المكونات دي كلها كده ما شاء الله بالمنظر ده، ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعه عليه افضل الصلاه والسلام. هنقلب المقادير دي كده كلها ما شاء الله، وهنضربها ضربه جامده قوي بالمضرب. عندنا مضرب هنضربها جامد قوي عشان تدينا الهشاشه اللي بتلاقوها في المحلات اللي بره. طبعا انضف واحسن بكتير. عجينه الطعميه بتبقي عارفاها، الزيت بتاعك بيبقى نضيف، معموله بطريقه نضيفه، ضامنه نظافتها في البيت احسن بكتير طبعا من بره. هضربها بقى معاكم بالمضرب الكهرباء عشان يدي. بعد ما حطينا المكونات كلها اللي احنا قلنا عليها، لازم هضربها ضربه حلوه جدا عشان تدينا الهشاشه اللي احنا بنلاقيها في المطاعم، بتبقى هشه كده وحلوه كده. هضربها معاكم طبعا بالمضرب ده كده ضربه كويسه جدا علشان تدينا الهشاشه اللي احنا بنشوفها في المطعم بره. ده نعناع الاخضر، ده نعناع، الورق ده نعناع. نضربها حلوه قوي قوي على قد ما نقدر. علشان حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما ضربت عجينه الطعميه الخضره الجميله دي بالمضرب عشان تدينا الهشاشه اللي احنا بنشوفها في المطاعم بره. طبعا هنعمل معاكم ايه بقى دلوقتي؟ هنغلفها معاكم ونحطها في اكياس التلاجة، تنفع معاكي في اي وقت. طبعا ضامنه نظافتها، ضامنه الزيت بتاعك نضيف ازاي، ضامنه كل حاجه في بيتك، نظافتك كل حاجه في بيتك. فعلى قد ما تقدري وفري في بيتك اي حاجه تبقى غاليه بره، توفرها في بيتك وتعمل معاكي كميه ما شاء الله كويسه ليكي ولعيالك ان شاء الله. هنكمل بقى معاكم كده باذن الله. هنحط هنا في الكوبايه دي كده ما شاء الله كده، ونعينها بقى ان شاء الله بقى في الفريزر. لما نحب نطلع كيس كيس معانا ونقليه ان شاء الله. طبعا هعمل حبه كده ساده وحبه ما شاء الله. عملت 4 اكياس، كل حجم الكيس قد ايه؟ شوف انت لما تجيبي بره 10 اقراص صغيرين قد البليه وما بيكفوش ولا بيشبعوا حد. شوفوا ما شاء الله من ربع كيلو فول مدشوش عملت 4 اكياس حجمهم قد ايه؟ ما شاء الله. شوف الحجم قد ايه بتاع الكيس. شوفي ده ما تشتريه من بره هيبقى بكام سعره. شوف قد ايه حجم الكيس، قد ايه حجم الكيس كبير جدا ومليان ما شاء الله. عملت 4 احجام مختلفين، عملت 2 صغيرين اهم بالمنظر ده، وعملت 2 كبار ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله كده هنجرب معاكم بقى عجينه الطعميه اللي انا ان شاء الله باذن الله كده هنجرب معاكم بقى عجينه الطعميه اللي انا عاملاها اهي ما شاء الله اهي، خضره وجميله اهي. هجربها بقى معاكم بقى واوريها لكم في التقليه بقى عامله ازاي، ولونها الاخضر الحلو ما شاء الله. اعملها كده انا بحبها كبيره وما بحبهاش صغيره. اعمل حبه ساده وحبه بالسمسم. ان شاء الله لونها اخضر وحلو ازاي ان شاء الله. ريحتها حلوه جدا بالنعناع. اخلص بقى الكميه دي بقى كلها واوريها لكم بقى اما تطلع هيبقى شكلها ايه. هعمل حبه السمسم والزعتر وحبه البركه، هشكلهم كده مع بعض وشويه كزبره اهو. هعملهم بقى كده برضه حبه كده وحبه كده. هوريكم الاول دول بس، ولما يطلعوا نعمل حبه كمان بالسمسم وحبه البركه والكزبره الناشفه.
عملت حبه بالسمسم اهو. شوفي شكل السمسم جميل وحلو ازاي. هكمل بقى معاكم الكميه كلها بقى واخلصها بقى واوريكم بقى احلى طعميه بالسمسم وحبه البركه وحبه ساده. الريحه بقى ما اقولكوش بقى بالنعناع، تحفه التحفه.